ولا تيأسوا من روح الله. يعني ايه؟ يعني ما نيأس من اي حاجة حاصلة في حياتنا، واحنا بندعي بقالنا كتير ما نيأس، بنطلب من ربنا ونتضرع ما نيأس، نفضل مستمرين في الدعاء. الدعاء بيغير القدر. يعني لو انا عندي ابتلاء كبير وبدعي بقالي فترة طويلة ومفيش حاجة بتتغير مثلا في الابتلاء ده وفي حياتي او كده، اصبر ان الله مع الصابرين. اكيد ربنا ليه حكمة في اللي بيحصل لك. اكيد ربنا مش هيعمل حاجه كده هباء، كل حاجه ليك بقدر عند ربنا سبحانه وتعالى. ممكن ربنا مستني وقت معين هيشيل فيه عنك البلاء دوت، بس نستمر في الدعاء ما يأس. ما اقولش لا انا بقى بدعي بقالي كتير وبدعي بقالي فتره وما فيش حاجه بتتغير في حياتي والابتلاء شديد قوي في حياتي. في ناس بيبقى عندها ابتلاءات شديده شديده وبيبقى فاقده الامل ان هي ايه، يعني ان هي ملهاش حل. يعني ممكن في ناس تقولك انا عندي ابتلاء كبير ملوش حل، ملوش فعلا حل، وشفنا له حل في كل الدنيا ملوش حل. بس ممكن على يعني بصي على سبب بسيط جدا، ممكن حد يدعيلك عن ظهر الغيب، تلاقي الابتلاء دوت راح، او تلاقي المشكله او المصيبه اللي انت فيها ديت تلاقي ربنا حلها ما تعرفيش منين، حيث لا اعلم ولا احتسب. وحصلت مع ناس كتير والله. طب انا هحكي لكم موقف. انا كنت بتصفح كده على الفيسبوك، فلقيت واحده انا مش متابعاها، بس ايه منزله فيديو فدخلت اتفرج عليه. لفت نظري واحدة معلقة بتقول يا جماعة ادعوا لي ادعوا لي انا في ابتلاء شديد. احنا في ابتلاء شديد بقالنا 15 سنة. فلفت نظري ايه التعليق دوت. فصراحة انا دخلت على التعليق وقعدت قريت التعليق. بتقول ايه يا جماعة ادعوا لي احنا في ابتلاء، ادعوا احنا في ابتلاء بقالنا 15 سنة. بالله عليكم اي حد يشوف التعليق ده يدعي لي. طيب هي بقالها 15 سنة هي ما بتدعيش؟ أكيد بتدعيش. مش عارفة ظروفها إيه، الله أعلم بظروفها. ممكن تكون ما بتدعيش، ممكن تكون بتدعي ولسه ربنا مش مستجاب. ربنا ليه حكمة إن هم يقعدوا في الابتلاء دوت الفترة دي كلها. حكمته يبقى الله أعلم. إيه لو علمتم ما في الغيب لاخترتم الموقع. مش هنعرف طبعا اللي في الغيب إيه، بس ربنا بيبقى عنده حكمة لكل حاجة. فاكيد هي ما اعرفش الله اعلم بتدعي. اكيد هي في حاجه في حياتها بايظه، اكيد في حاجه في حياتهم بايظه، في حاجه غلط. بتقول 15 سنه. طيب ما هو يمكن ربنا اذن ان انا مثلا اشوف التعليق بتاعها ده. انا ما لقيتش حد معلق لها ولا حد ايه يعني منتبه لتعليقها، كله بيعلق على الفيديو اللي نازل ده. فانا صراحه انا صعبت عليا قوي، يعني اتاثرت. فرحت انا معلقه لها وقلت لها ايه، ربنا يفك كربك. وايه المهم ده كتبت دعاء يعني ان ربنا يفك دعت لها في الكومنت ان ربنا يفك كربها ويجعل لها مخرج من اللي هي فيه. إيه زي ما يكون الست دي عارفه اتعلقت باشياء كده، راحت رد عليا وقعدت تقول لي ايه ادعونا بالله عليكم ادعونا احنا في ابتلاء شديد جدا. واستمر في الدعاء. فاتأثرت قوي بكلامها. وصراحة انا عملت ايه، انا قمت كنت بالليل الكلام دوت، قمت اتوضيت صليت قيام الليل وقعدت ادعي لها. انا ما اعرفهاش والله ما اعرفها، بس قعدت ادعي لها عن ظهر الغيب عشان عارفه ان الدعاء عن ظهر الغيب بيغير القدر وبيغير حاجات كتير قوي. فلازم ندعي لبعض يا جماعه لما نشوف حاجه زي كده، ما نطنش وما نكبرش دماغنا. ومش عشان انا مش في المشكله اكبر دماغي، عشان انا حياتي كويسه ولا ماشيه هي كده ما فيش مشاكل فيش بتاع اشوف التعليق، لان اكيد ناس كتير شافت التعليق. بس انا لفت نظري، يمكن ربنا اراد ان انا يلفت نظري التعليق ده او ادخل على الفيديو ده علشان اشوف التعليق ده عشان ادعي لها. وما ما استكفتش ان انا ادعي لها بس في الكومنت. لا انا قمت اتوضيت وصليت قيام الليل وقعدت ادعي لها بالليل. ربنا يعلم انا قعدت ادعي لها قد ايه. ربنا يا رب يستجاب ان شاء الله الدعاء